السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحد دلوقتي كنا بندي الكمبيوتر بيانات ومعاها الإجابة الصح، لكن لو ما عنديش أي إجابات هل الكمبيوتر يقدر يتعلم؟ الإجابة هي أيوة، وهنا هيبقى اسمه unsupervised learning. نفتكر مع بعض بسرعة. في السوبرفايزد ليرنينج كل مثال كان معاه ليبل، زي في مثال السبام والنوت سبام بتاع الإيميل أو سعر البيت. أما هنا عندنا البيانات فقط ومفيش أي ليبل. تخيل إن عندك بيانات لمرضى، ربنا يشفي مرضانا ويعافينا، وفيها عمر المريض، وزنه، حجم الورم اللي عنده، لكن محدش قال الورم ده حميد ولا خبيث. المطلوب من الكمبيوتر هنا يكتشف لوحده هل في أنماط أو مجموعات داخل البيانات. بدل ما نقوله الإجابة بنسيبه يكتشف بنفسه. ممكن يلاحظ إن في بيانات متشابهة فيجمعها في مجموعة مع بعض، ويلاقي بيانات تانية مختلفة فيعمل لها مجموعة تانية، والعملية دي اسمها كلوسترينج، يعني تجميع العناصر المتشابهة بدون أي ليبلز. الكمبيوتر هو اللي بيكتشف التشابه ده بنفسه. ومن أشهر الأمثلة جوجل نيوز. كل يوم بيكون في آلاف المقالات، ومحدش بيروح يقول للنظام حط المقالات دي مع بعض، لكن النظام بيكتشف بنفسه إن المقالات بتتكلم عن نفس الحدث ويجمعها في مجموعة واحدة. طب هو إزاي عرف؟ لأنه لاحظ كلمات وموضوعات متكررة داخل المقالات، فبدأ يجمع المقالات المتشابهة بدون أي تدخل من الإنسان. ونفس الفكرة موجودة عندنا في هندسة الكهرباء. تخيل عندك آلاف العدادات الذكية، كل عداد بيبعت بيانات استهلاك بدون أي ليبلز. الماشين ليرنينج يقدر يكتشف هل الأحمال دي بيوت ولا مصانع ولا مستشفيات، اعتمادا على نمط الاستهلاك بس. طب خلينا نلخص بقى الدنيا دي كده مع بعض عشان نلمها. في السوبرفايزد ليرنينج عندنا ليبلز، اما في الانسوبرفايزد ليرنينج ما عندناش ليبلز، والكمبيوتر بيحاول يكتشف الانماط بنفسه. واشهر مثال على ده هو الكلوسترينج. ودلوقتي عرفنا يعني ايه unsupervised learning، لكن ازاي الكمبيوتر بيقرر ان النقطتين دول شبه بعض؟ وايه معنى الكلاستر اصلا؟ ده اللي هنتعلمه في الحلقة الجاية ان شاء الله.